السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي بقى ايه؟ هنخبز العيش المقرص مع بعض. النهارده يا حبايبي كده قمت من بدري. الحلوة دي قامت تعجن من الفجرية اللي هو انا يعني. آه قمت كده يا حبايب قلبي ايه، جبت الدقيق بتاعي وقلت ايه انخله. ماما بتقول ايه عليه؟ نشاهد الدقيق. يعني ايه نشاهد الدقيق؟ يعني نخله يا حبايبي. تمام. فانا كنت النهارده بقى بقلد ماما بقى في كل حاجه، لان انا اول مره في حياتي اخبز عيش لوحدي. طبعا كل مره يا اما معايا ماما يا اما معايا واحده بتخبز يا اما حد بيساعدني. النهارده بقى يا حبايبي فيديو مختلف خالص، روتين مختلف خالص، لوحدي. كل حاجه كنت فيها لوحدي. تمام. طبعا بمساعده اولادي في حاجات بسيطه خالص، بس زي ما انتم شايفين كل حاجه انا بعملها لوحدي. تمام. واول مره في حياتي برضو اقعد قدام الفرن. فيلا يا حلوين بقى يا شطورين كده، يا اللي لسه سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز، اللي لسه بيتعلموا يتعلموا معايا ونتعلم مع بعض كده وما نخافش وما نستصعبش حاجه. ونبدأ كده يا حبايبي مع بعض الايه الروتين الجامد دون، ونتحدى نفسنا كده ونشوف ايه التحدي نتيجته ايه. ده احنا هنشوف مواهب. يلا خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا معايا يا حبايب قلبي الفيديو الجامد دون هيوصلنا لفين. بدأت كده يا حبايبي، نخلت الدقيق بتاعي. تمام. دقيق قمح، دقيق غلة. حطيت كده الدقيق بتاعي وعليه كمان طبق من الدقيق الذرة. تمام. اهو حسب بقى المقدار اللي انت ايه بتعمليه يا حبيبه قلبي. اهو خلصت كده، انا خلت الدقيق بتاعي او شهدته. وده شويه دقيق ذره كمان كانوا زياده، فقلت لا اعينهم في ايه في كيس كده لمره تانية. اهو يا حبايب قلبي بالشكل دون. طبعا في الغلا اللي احنا فيه والاسعار النار والكلام ده كله، لازم تعملي توفري وتدبري في بيتك يا حبيبه قلبي. ما تستصعبيش اي حاجه، اي شغلانه تعمليها تتعلميها، لو مش عارفاها تتعلميها مع الصبر والاراده ان انت تتعلمي الحاجه دي هتتعلميها وهتبقي شاطره جدا فيها كمان. بقول لكم بالله العظيم انا اول مره في حياتي اقعد قدام فرن المره دي. اهو كل مرة بيكون معايا حد بيساعدني. المرة دي بقى انا عملت تحدي مع نفسي وقلت ايه ان شاء الله هقدر وايه وربنا هيعني. وبرده ما قدرتش، ما كترتش عجين عشان اشوف نفسي ايه هقدر وهتحمل ولا لا. اهو مرة في مرة ان شاء الله هنتعود وهنعمل. اهو بدأت اجيب مية كده يا حبايب قلبي، مية سخنة. حطيت عليها شوية ملح، والخميرة بتاعتي جنب مني اهي حطيتها عليها شوية مية كده تتفاعل مع بعضها. وبعد كده ايه هنحطها على العجين بتاعنا، على الدقيق بتاعنا يا حبايبي. بقلب بقى الدقيق بتاعي كله، اخلي الدقيق كله يختفي كده بالشكل دون. اهو العيش بتاعنا يا حبايبي ده مقرص بيكون ايه جابس شوية. يعني ايه جابس؟ يعني ايه مش سميك، مش سايب. عجينة سميكة شوية يا حبايب قلبي. اهو بدوب كده الدقيق بتاعي كله. اهو وهنا كنت بطب العجين. يعني ايه بطب العجين؟ يعني بعمله كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو بقلبه كده وايه وهخليه يطب كده. اهو هدني بقى اقلب في كده واسوي فيه كده يا حبايب قلبي لحد ما الايه العجين يكون ملمسه معايا ناعم جامد، ومش في اي ايه كلاكيع ولا اي حاجه يا حبايب قلبي. اهو ولا دقيق ولا اي حاجه. اهو شايفين كنت بختبر بمسك كده كل شويه اقرص رغيف واشوف كده بقى كويس ولا لا. هنا بقى حطيت الخميره بتاعتي دوبتها كويس وحطيتها. احنا هنا بنحط خميره بيره، عايزه تحطي خميره فوريه انت وراحتك. يعني خميره بيره اللي هي كتل كده يا حبايب قلبي. اهو خلصت كده. وبنقول بقى واحنا بنعجن ايه كلمات بقى بتاعت ماما: يا عجيني فور اصحابك من غير فطور. الشهادة يا الصبية على الكتير وعلى الشوية، الشهدت وباركت من شافك جنع ومن كل منك شبع. ايه رأيكم؟ على اساس ان كده ايه العجين هيخمر بسرعة وهيسمع كلامنا وايه ويفور بسرعة. تمام. اهو انا خدت بكلامك يا ماما هنا اهو،
وعملت كل الحاجات حتى الطقوس بتاعتك عملتها في الفيديو ده اهو. رأيكم؟ انا كنت هنا بالظبط والله بقلد ماما في كل حاجة. خلصت كده يا حبايب قلبي، وحطينا بقى قلنا نحط الايه العجين في مكان دافي علشان خاطر ايه يخمر معانا بسرعة. حطيته هنا على الطبلية بالشكل دون وغطيته بالبطاطين وعشان يخمر بسرعة معايا ما ياخدش وقت اهو. انا قلت لازم ايه نخلص الجريمة دي كلها قبل ما جوزي يجي. جيت بقى خلصت العجين بتاعي وقلت ادخل المطبخ اشوف ايه هنعمل ايه مع الخبيز النهارده. طلعت لبن كده بالشكل ده هنعمل رز معمر يا حبايب قلبي. وعملت ايه وطلعت البطاطا عشان ايه نغسلها ونشويها معاكم. جيت بقى يا حبايب قلبي هنا بقى ايه بدأت ايه اجيب الصواني بتاعتي اللي انا ايه هخبز فيها واحط عليها ايه الرده بالشكل دون، افرد عليها الرده بالشكل دون اهو. ايه رأيكم؟ وعلى الطبلية بتاعتي كمان يا حبايب قلب بالشكل دون اهو. علشان ايه احنا في الشتاء يا حبايبي فلازم ايه العجين كله يتقرص. عشان لو سبتي كده لو في الصيف لا عادي تقرصي الدورة ده مش مشكلة، لكن عشان احنا في الشتاء فالعجين لازم يرفع على الصواني وكده. ما ينفعش ان انت ايه تقرصي صينية بصينية، لازم العجين كله يكون ورا بعضه يخمر ورا بعضه. هنا بقى لقيت لسه بدري على العجين بتاعي، قعدت اقول له يا عجين فرفور اصحابك من غير فطور، اتحيلنا عليه لغايه ما الظهر أدن والعجين بتاعي مش عايز يفور. قلت لا بقى ايه اما نشوي البطاطا بتاعتنا نفطر بيها على ما يفور ايه على مهله. اه والله بقول لكم كل حاجه بصدق هو ده اللي حصل بالظبط في الفيديو والله اهو. جبت بقى ايه خلصنا شويت البطاطا كده، حتى كمان قلت اولع الفرن عشان خاطر يدفي المكان فالعجين يخمر معايا بسرعه. فقلت ايه فكرت كده بسرعه وقلت ايه اشوي البطاطا كده كده هي هشويها في الاول في الاخر هتنشوي. فقلت بقى اشويها بقى كده حبايب قلبي نفطر منها على ما ايه العجين بتاعنا ايه يخمر وندفي المكان بالمره اهو. خلصت كده يا حبايب قلبي بقى ايه فردت الصواني زي ما انتم شايفين العجين بتاع خمر كده ما شاء الله. قلت بقى ايه ابدا اقرص فيه، بقرصه بالشكل دون يا حبايبي اهو. ايد بشيل بها العجين والايد التانية ببلها ميه في الطبق عندي وايه واشيله بالشكل دون اهو. ما شاء الله كان عجينه زي الفل اهو. هخلص بقى تقريص الصواني دي كلها يا حبايب قلبي. ما شاء الله عمل لي كميه زي الفل. انا كنت بقول صينيه ولا صينيتين بس مين انا بقى ايه متعوده ان انا بعمل كتير فايدي ايه. يلا ربنا يزيد ويبارك اهو يا حبايب قلبي. شوفوا فريره لهلوبه يا ام لمار. ايه رايكم؟ استاهل لايك بقى ولا لا على الشطاره دي؟ يلا الكل يحط لايك بقى وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي من بيت عشق. اي حد بيحب بيته وبيعشق بيته هيعمل زي ما انا بعمل واكتر كمان. يلا بقى يا سنة أولى مطبخ يا سنة أولى جواز ما تستصعبيش حاجة وتشجعي كده وإيه وادخلي بقلب جامد واعملي كل حاجة أهو. خلصت كده هخلص بقى تقريص العجين ده كله يا حبايبي اهو. شايفين كنت كل حاجة قايمة قاعدة كده لوحدي. هنا بقى اخر ما زهقت قلت يا ابني تعالى مش فاكرة كان جاي يجيب ايه محمد هنا اهو. اه كان بيناولنا الصينية قلت له قرب لي الصواني هنا يا محمد. كانت منا مشيت على الدرس ومحمد هو اللي ايه اللي قاعد معايا. تعالى يا محمد هنا ناولني الصواني. فجي محمد بقى ايه ناولني الصواني قربها ليا كده مش كنت قادره بقى اقوم ولا اقعد بقى اهو. ربنا يخليهم يا رب ويهديهم وينجحهم يا رب ويخلي الاولاد كلها يا رب، واللي مش معاه اولاد ربنا يديله يا رب وما يحرمش حد ابدا.
كده خلصت الصواني بقى يا حبايب قلبي اللي عندي، اروح اشحت بقى ولا ايه؟ لا، قلت بقى ايه، تعالي عندي شكاره مشمع كده بالشكل ده يا حبايب قلبي، فردت عليها الرده برضو وجيت مقرصه عليها ايه بالشكل ده اهو. لازم نتصرف كده ايه ونشغل مخنا اهو، عشان ايه العجين بتاعنا يمشي ورا بعضه كده بالشكل ده يا حبايب قلبي اهو. ايه رايكم بقى؟ خلصت كده يا حبايب قلبي العجين بتاعي اهو. قعدت بقى كده ايه، قلت ايه عشان نخبز بقى يا حبايب قلبي بالشكل ده. ايه رايكم؟ بدأت برضو اشيل العيش كده اهو من على الطبلية واحط على المطرحة واخبز شوية وارمي على المطرحة التانية اهو. هنا من قريب اهو. ايه رأيكم بقى في الشطارة دي؟ ما تستصعبيش حاجة. لو طبعا لو حلفتلكوا ان انا كنت مستخبي من القطر في الدولاب مش هتصدقوني. لو حلفتلكوا ان انا اول مرة في حياتي اخبز كده قدام الفرن مش هتصدقوني، بالله العظيم اول مرة اخبز يا حبايب قلبي. ايه رأيكم بقى اهو؟ ايه رأيكم بقى في الشطارة والجمال ده؟ استعيني بالله كده وسمي الله، واللي عايز يتعلم بيتعلم واللي عايز يعمل حاجة بيعمل. بس بقى كنت بعيط بدموع والعيش طلع معايا الحمد لله والشكر لله زي الفل. اي نعم مش مدور كله كويس، في مثلثات واهرامات وحاجات حلوة كده. بس كان زي العسل بصراحة. ما صدقتش ردة فعل جوزي، بقى مش مصدق، يقول لي لا لا والله بجد انتي، انا مش متوقع اهو. شايفين المثلثات دي؟ الرغيف مش مدور بس زي العسل.